بعد ما كليته برا حلفت باللي لازم نرجع للدار ونديرو بنفس الطريقة ماسيدوان على طريقة المطاعم. يجي بزاف بنين. سلام الزينات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم راح نشارك معكم هاد الوصفة الرائعة. لازم تجربوها البنات. ماسيدوان تقديم راقي مليح بزاف للعرضات، وخاصة للعائلات هلاو فيهم شوية. البنات قبل ما تروحوا تشوفوا الفيديو خلوا لي جيم وخلوا لي كومونتير شباب كيما نتوما. هذا هو الماسيدوان تاعي انا، كل عام نديرو فيه هاد الكؤوس اللي خليتهم سبيسيال للماسيدوان ماشي للتحليه. ثم خبيتهم ندير فيهم غير الماسيدوان. نروح نشوفوا الوصفه بسم الله على بركه الله. وما ننساش نقول لكم رمضان كريم البنات. هنا عندي كاس تاع روز مغلي. استعملوا هذاك الروز المغلي، يكون مفور ديجا، يتباع مفور ماشي تاع بسمتي. ندير الماء للروز تاعي اللي كنت شللته جيدا، نشلوه نديروا له الماء والقارنت نديروه يطيب مع شويه تاع ملح. ونديروا هاد الخضر زروديه والجلبانه فوق هذاك الروز باش يفوروا معنا. لازم تفوروا هاد الخضر. نجيب كميه من المعدنوس. قلت لكم وين كليت في ريستورون اللي كليت فيها هاد الماسيدوان، فيها المعدنوس مقطع. قطعوا المعدنوس والبصل. عبالكم باللي المعدنوس والبصل معاهم واحد البنه. يا البنات ما نقدرش نوصف لكم البنه تاع الماسيدوان. انا من قبل كنت نديرو عادي، بصح ملي وليت ندير فيه هكا المعدنوس والبصل المقطع رقيق، يعني ماشي تخليوه خشين يبان، رقيق كامل. دوك تشوفوا الطريقه تاع البصل كيفاش قطعته باش ما يبان لكمش بزاف، ومام كي تاكلوه ما يبانش باللي البصل الكو تاعو بزاف. هنا كما راكم تشوفون حيت المعدنوس راح نجيب نص حبه تاع بصل كيما رانا نهضروا، قلنا نقطعوها قطع صغيره جدا باش يجيكم المصيدوان تاعكم بنين كي تاكلوا، ما تحسوش بديك الكو تاع البصل القاصح في المصيدوان تاعكم. راح نقطعه كيما راكم تشوفوا، وبعدها نزيد نبقى نقطع فيه حتى يولي لي ما يبانش كامل. دوك تشوفوا البنات الطريقه. المهم حبيت نقول لكم رمضان كريم البنات. نسيت نقول لكم في بدايه الفيديو ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله. نصوموه بالقيام والصلاه والاذكار، ويعني الحوايج اللي يقربونا لربي ماشي غير طياب. هنا البنات شوفوا كيفاش راني نقطع فيه، وكي كملت قطعته مليح مليح. راح نحيه نخليه حتى هو بجيه مع المعدنوس. وبعدها باش نروح نكمل المكونات اللي نحتاجوهم لهذا الماسيدوان. نروح نحضر الصلصه اللي راح نديروها للماسيدوان. عفوا، ندير علبه تاع ياغورت ناتور مع نص كاس تاع كريمه سائله. شوفوا انا درت ياغورت ناتور، تقدروا ديروا كريمه سائله تقدروا ما ديروش، تقدروا تعوضوها بهذاك فخوماج ريجيم. بصح لو كان نديروها بالكريمه سائله راح تعجبكم بزاف، لانه هاد الوصفه راهي حطيتها في التيك توك عجبتهم بزاف، جربوها وجاو شكروا لي هاد الوصفه بزاف. راح ندير 3 مغارف كبار تاع زيت، وندير ملعقه كبيره تاع خل ابيض ولا احمر كيما تحبوا. وتاني راح ندير 3 مغارف كبار تاع مايونيز، ماشي 3 درت 4. هو نورمالمون ديروا 5، اللي يحب يدير 5 يقدر يدير 5. انا درت غير 4 انا باش ما نكثرش بزاف المايونيز. نحاول ديما نقص في الحوايج هذو في الماكله تاعي. ما تنساوش ديروا شويه تاع ملح باش ما يجيكمش صامت الكو تاع هاد الصلصه. وانا الاضافه اللي زدتها هاد العام درت توابل خاصه بلي سالاد، جابهم لي الزوج هاد العام. قلت والله غير نجرب شوفوا كيفاش هاد التوابل كيفاش دايرين. درت كميه من لي زيبيس هادو تاع لي سالاد، ودرت شويه تاع فلفل اسود رشه فقط، ما تكتروش بزاف. نخلط كلش مع بعض. وما ننساوش قلت لكم رشه تاع ملح تكون صغيره على خاطر المايونيز شويه حامض. وزدنا درنا الملعقه هذيك تاع الخل. ديروا رشه فقط باش ما يجيكمش مسوس. وطبعا الرز راكم طيبتوه ديجا في الملح باش ما يجيكمش مسوس. حتى الخضر ديروا لها الملح كي تفوروها، ثم كلش لازم ديروا له شويه تاع ملح. هنا نخلط الصلصه تاعي نخليها بجيه، ونجيب الريسيبيون اللي راح ندير فيه هذوك الخضر تاعي بعد ما يطيبوا لي. اللي يحب يغليهم نورمال، بصح انا نفضل انهم يتفوروا خير. هنا انا الصلصه خلطتها مليح باش يدخلوا هذوك الزيت والخل يدخلوا في بعضهم مليح باش ما تبقاناش طبقه الزيت من الاعلى. نجيب ريسيبيون كيما راكم تشوفوا. راح نحط اولا الزروديه والجلبانه اللي كنت فورتهم، ونجيب المايس والبصل اللي كنت قطعته مع المعدنوس. المايس هذا يعني اختياري، حبيتو ديروا يعني الماسيدوان لازم هو كيجي فيه المايس يجي بزاف بنين.
واش تاني راح ندير علبه تاع طون. اللي حبت دير الطون دير، اللي ما حبتش يعني اختياري حتى هو. نخلطو قبل هاد الخضر جيدا، وبعدها نجي ندير علبه تاع الطون وندير الروز تاعي. نشوف درت كميه وبعد شفت اسكو نزيد ولا ما نزيدش. خلطت نشوف الا كانوا الخضر اكثر من الرز راح نزيدوا الرز. الا شفتوا الخضر تاعكم اكثر من يعني قليله ما تزيدوش الرز. انا درت كلش عيني ميزاني وجاوني سوا مع الرز مع الخضر. كي نخلطهم هنا راح نجي ندير هذيك الصلصه اللي كنا حضرناها. مع الاول درت شويه وبعدها درتها كامل، على خاطر راح يتشربوا لنا هاد الخضر، يتشربوا لنا هاد الصلصه، وراح تحتاجون بعد نتوما ديروها كامل ما ديروش نص. هنا كيما راكم تشوفوا البنات راح نخليها هكا. لقيتها تشربت لي وبعدها زدت لها الكميه اللي بقات. المهم الماسيدونه هذه لازم تجربوها، وإلا قدرتوا تجربوها اليوم غير جربوها اليوم، راح تجي بزاف بنينه. ما كاش اللي ضاق عندي هاد الماسيدوان وما عجباتوش وما طلبش مني الوصفه، يعني بتجي قمه في البنه. شوفوا هاد الكؤوس قلت لكم هما سبيسيال لي ديسير. انا درت فيهم الماسيدوان وخليتهم ندير فيهم الماسيدوان كل عام. راح نحط كميه من هاد الماسيدوان تاعي، والتزيين كيما تحبوا تزينوا. انا جبت شويه تاع زيتون الموف والنوار، جبت طوماط سوريز وجبت الكورنيشون، وهكا نكونوا زينا السلطه تاعنا. يعني ماشي ما لازمش تبالغوا، كيما تحبوا تقدروا تزينوا مام حاجه سامبل نورمال. المهم ليسونسيال نتوما ديروها بهذه الطريقه، التزيين ما يهمش. هو يعني في شهر رمضان الناس كامل تاكل بالعين قبل الفم، يعني العين هي اللي تخليك تعجبك هذيك الحاجه وتاكلي منها بزاف. هنا شوفوا كيما راني راح ندير شويه تاع معدنوس، وبعدها نزين بالحوايج اللي قلت لكم عليهم في الفيديو. هذه هي وصفتنا اليوم الحباب، ان شاء الله تكون عجبتكم. وشكرا جزيلا على تعليقاتكم الجميله اللي كل ما نقراها عباكم نفرح بزاف. تلمو نفرح راكم تخليوا لي واحد الاحساس اني ما نتعبش. كاين ناس راهي تتبعني وراهي تخلي لي تعليقات، هذا الشيء يكفيني، ما يهمنيش المشاهده. المهم كاينه ناس تحبني. هنا كيما راكم تشوفوا كملنا الماسيدوان تاعنا. قدموه بهذه الطريقه راح يجيكم بزاف هايل فوق الميده تاعكم. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم غاليات. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو نهار اليوم. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، صحه فطوركم، صحه رمضانكم، كل عام وانتم بالف خير. سلام.